إسلام الغمري من مصر، عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. أتينا إلى هذا المؤتمر لكي نؤكد على أن رسالة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين مستمرة في نصرة قضايا المسلمين وفي التصدي لكل عدوان يمس الأمة الإسلامية في كل مكان. نحن نقف مع الأمة الإسلامية بشكل عام، ونقف مع الإنسانية أيضا في كل أصقاع الأرض، حيث ننتصر للمظلوم ونقف مع المظلوم ونصدع بكلمة الحق. في هذا المؤتمر أيضا تكون هناك اختيارات جديدة لرئاسة هذا الاتحاد وللأمانة العامة، حيث يعني ننتوي في الفترة القادمة أن يكون الاتحاد بإذن الله تعالى منارة تضيء وتشرق على الأمة الإسلامية كلها وعلى العالم كله، لكي توصل كلمة العلماء وكلمة أهل العلم في كل بقاع الأرض. وكما نشكر أهلنا هنا في تركيا حكومة وشعبا لتسهيلهم هذا المؤتمر لكي ينعقد في أرض تركيا في إسطنبول، فشكرا جزيلا لأهل تركيا حكومة وشعبا. أنا الدكتور يوسف محمد الندوي من ولاية كيرلا الهندية. أنا أمين العام لرابطة الأدب الإسلامي العالمية فرع ولاية كيرلا الهندية. أنا عضو أيضا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أنا جئت لهذا المؤتمر لما كنت أنا عضوا للجمعية، وكذلك لما أنا أهم رسالة هذا المؤتمر، أي الإصلاح والمصالحة. الإصلاح والمصالحة موضوع هام لابد أن يهتم به كل عالم وكل داعية. نعم، أما رسالتنا أي رسالة المسلمين إلى هذا المؤتمر وإلى جميع المسلمين، لابد على الأمة الإسلامية أن لا تتفرقوا وأن لا تتنازعوا. لابد الاعتصام بحبل الله جميعا. إذا كنا نتمسك بهذا الحبل الأساسي يكون لنا العزة والكرامة. وكذلك على الأمة الإسلامية مسؤولية كبيرة نحو الأمم البشرية في جميع العالم، ذلك نشر الإنسانية ونشر الحب والسلام إلى جميع الناس. الإسلام يقوم بالسلام والهدوء وكذلك وبالحب والكرامة الإنسانية. الدكتور عمر أحمد مرعي من اليمن، في إطار وضمن فعاليات الجمعية العمومية وكذلك مؤتمر الإصلاح والمصالحة، نود أن نوجه رسالة بأن هذا المؤتمر هو لجمع كلمة المسلمين، وهو أيضا لضمان خيرية هذه الأمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح هو أساس خيرية هذه الأمة، فإذا ضاع الإصلاح ضاعت الخيرية. وبالإصلاح لابد من جهتين: جهة تنظيرية كيف يكون الإصلاح، وجهة لابد أن تكون هذه الجهة تطبيقية وعملية وإجرائية. فالجهة العملية والإجرائية هي تشكل 80%، الجهة التنظيرية هي تكون 20%، ولا بد من العمل والتطبيق في الواقع. وحينئذ لا بد في هذا العمل أن يكون هناك جهة تنظم وتعمل في إطار هذا الأمر،
للإصلاح بين المجتمعات، الإصلاح بين الفصائل، بين السياسيين، بين المجتمعات الإسلامية وغيرها، في خاصة في الدول الأقلية المسلمة. وكذلك لا بد من الإصلاح والمصالحة بين العلماء فيما بينهم، بين السياسيين، كل بحسبه. فالإصلاح والمصالحة هو أمر عظيم أشاد الله به في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فأساس ذلك قيام الأخوة والتسامح والعفو والصفح وقبول المتخاصمين بالمحكمين بينهم ليتم الإصلاح والمصالحة في ضوء القرآن والسنة. وهذا فقه في الواقع لا بد أن تكون آثاره في واقع الأمة المعاصر، وتنعكس آثاره عليها بالخير والأخوة والتسامح وروح العطف. فهذا أمر مهم. فالإصلاح والمصالحة لا بد لها أن تكون هناك من يسعون بين الناس عندهم العلم الشرعي والقانوني واستشارات في هذا المجال. لا بد أن يكون بينهم استشاريون وقانونيون ومن في منظمات دولية أو حقوقية حتى يستطيعوا أن يوثقوا هذا الأمر، وأن تكون الإصلاح والمصالحة بين الناس لقطع النزاع. وأواصر الفتنة لابد أن تخمد قبل أن تستشري وقبل أن تكون في هذا المجال مستفحلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفهم وأن يصلح ذات بينهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.